بديل زيزو في الزمالك. بديل زيزو في الزمالك، الأسماء اللي طرحت على بيسيرو فهي بصراحة ربنا يعني أسماء مش مبشرة بالخير. مش تقليلا من الأسماء دي، ولكن زيزو تعويضه في الزمالك محتاج لاعب سوبر، لاعب مواصفات خاصة فنيا وداخل الملعب وخارج الملعب. أنت محتاج لاعب تبني عليه فرقة، محتاج لاعب عنده شخصية البطولات، محتاج لاعب يقدر يجيب لك بطولة، ويقدر لما تجيب جنبه اتنين تلاتة لعيبة تاني تعمل فرقة وتعمل جيل قوي. زي ما جبت زيزو نفسه وجبت معاه بن شرقي وجبت معاه ساسي وكان معاه مصطفى محمد، عملت جيل قوي، خدت بيه كونفدرالية وخدت بيه سوبر أفريقي وخدت بيه الدوري مرتين. فبديل زيزو الأسماء المقترحة على الزمالك دلوقتي أسماء، يعني أنا شايف يمكن أبرز اسم فيهم هو عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز. عبد الرحمن مجدي طبعا لاعب ممتاز، لاعب هايل، ولكن هل ده اللي هيصنع فرق في الزمالك؟ هل ده اللي هيقدر يشيل الزمالك؟ هل ده اللي هيعوض زيزو؟ طب هل ده اللي هتبني عليه فرقة؟ ولا أنت جايب لاعب وفقا للإمكانيات المادية، وفقا للمتاح، أنا معايا قرش فهيجيب لاعب بقرش؟ تفرق كتير جدا. يا جماعة إدارة نادي الزمالك، بديل زيزو لازم يكون لاعب سوبر، عنده شخصية البطل، عنده شخصية البطولة، عنده شخصية القيادة جوه الملعب. يعني عبد الله السعيد ينفع طبعا لعيب كاريزما ولعيب شخصية ولعيب تبني عليه، تبني عليه فرقة وتبني عليه جيل، ولكن محتاج حد تاني معاه بديل فعلا زيزو في الجنب اليمين. محتاج حد مع مصطفى شلبي او يكون اساسي على مصطفى شلبي. محتاج مهاجم سوبر. صفقات الصيف هي التحدي الاخير لاداره الزمالك قدام الجمهور. يا تكسبوا التحدي ده، يا اما هتبقى الايام بعد بتاعتكم صعبه جوه النادي، لان انت ملف العاب الصالات فشلت فيه، ملف الكوره فشلت فيه، تجديد اللعيبه فشلت فيها، تعاقد مع لعيبه سوبر على مدار سنتين فشلت فيها. فاعتقد ان انت لازم فتره الانتقالات اللي جايه دي فتره مصيره وحاسمه لاداره نادي الزمالك.